الشركات الأجنبية. القانون سمح للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية بالمساهمة في الاقتصاد المصري في كل الأنشطة فيما عدا التوكيلات التجارية ونشاط الاستيراد. التوكيلات التجارية غير مسموح تماما بمزاولة نشاط التوكيلات التجارية للأجانب، ونشاط الاستيراد مسموح ولكن شرط وجود شراكة مصرية بنسبة 51% على الأقل. شركات الأموال هي أفضل كيان قانوني للمستثمرين الأجانب وأي شركة فيها أجنبي. شركات الأشخاص مسموح للمستثمرين الأجانب بالدخول فيها ولكن مقيدين بالأنشطة اللي موجودة في قانون الاستثمار. بالنسبة لقانون الاستثمار فهو سمح لحضرتك بإقامة لمدة سنة، بس هنخلي رأس المال الشركة مبدئيا 50,000 جنيه. أما لو حضرتك كنت شركة أموال على قانون 159 اللي هو فيه كل الأنشطة التجارية وخلافه، فبيكون حصة الأجنبي في رأس المال عشان ياخد إقامة 35,000 دولار. في جميع الأحوال المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية مسموح لها بمزاولة أغلب الأنشطة بكل سهولة ويسر، وتقدر بعد ما تأسس شركتك إنك تفتح حساب بنكي تستقبل عليه حوالاتك وتبعت منه الفلوس بتاعتك. واحنا الفترة اللي فاتت قدرنا نأسس أكتر من شركة أجنبية في أغلب الأنشطة، فما عندناش مشكلة نساعد حضرتك توصل للهدف اللي انت جايله في مصر في الاستثمار والتجارة.